صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي انت بتشوفي فيه الفيديو ده. انا جايه اشاركك بكلمتين، ان انا اقولك ان الفيديو ده ممكن يكون من اهم الفيديوهات اللي انت بتشوفيها في حياتك. يعني اللي هو لو انت شايفه ان حياتك سيئه محتاجه تغيري، اعتقد ان انت لو طبقتي كام نقطه من اللي انا هقولهم لك في الفيديو ده، ويا حبذا يعني طبعا لو طبقتيهم كلهم، ان حياتك مؤكد هتتغير للاحسن. اول خطوه ان انت حاولي لما تيجي تغيري او تتصرفي في الظروف اللي انت تقدري تغيريها. يعني الحاجات اللي انت في ايدك تغييرها، فكري ايه هي واعرفي او ايه المشاكل والحاجات اللي ما بينك وبين الحاجه اللي انت عايزاها او التغيير اللي انت عايزاه، وفنطيها. اللي هو ده انا ما اقدرش اتحكم فيه، انا ماليش علاقه بيه، مش هعرف اتصرف معاه، تمام؟ او لازم حد تاني هو اللي يتصرف فيه. اوكي، هنبقى نشوف القصه دي بعدين. لكن ده انا هعرف اغيره، ده في ايدي انا، تمام؟ هو ده اللي انا هشتغل عليه دلوقتي. دي حاجة، ما تستنيش الظروف تكون مثالية، ما تستنيش الساعة تيجي 12، ما تستنيش الديكور، ما تستنيش الإضاءة تبقى كويسة، ما تستنيش الوقت، ما تستنيش المكان. ابدأي، مش لازم الظروف تكون مثالية، ابدأي بأي شكل، بأي وضع، بأي إمكانيات، في أيا كان الحاجة اللي انت عايزة تبدأي فيها. قومي ابدأي، خدي خطوة دلوقتي. عارفة صورة فيفي عبده دي اللي هي قومي يا بت، قومي يا بت، قومي يا بت، فعلا قومي يا بت. الشغف، الشغف. طب انا مش عارفه شغفي، انا مش عارفه ابدا منين. طيب، مع بعض كده، بسيط. اول حاجه اقفلي كل حاجه، اقفلي التليفون، اقفلي النت، اقفلي الموبايل. بصي خليكي قاعده كده حرفيا ما بين اعضاء 4 حيطان. شوفي ايه اول حاجه هتقومي تعمليها. هتقومي تطبخي طبخه، ترسمي رسمه، تقري كتاب. طيب انا عملت الحاجات دي وانا زهقانه، يعني انا زهقانه، انا ما عملتهاش عشان هي دي الحاجه اللي انا عايزه اكمل فيها حياتي. طيب، تمام. شوفي ايه الحاجه اللي انت لو العالم ما فيهوش فلوس هتعمليها بمنتهى الاستمتاع، والوقت بيعدي وما بتاخديش بالك ان، وبتبقي مبسوطه كده، اللي هو بتحسي باحساس الانجاز بعدها. مفيش. طيب، يبقى احنا كده دلوقتي في رحله اكتشاف الشغف. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ولا حاجه. النت مليان كورسات. ادخلي اتعلمي اي حاجه، اتعلمي بقى برمجه، اتعلمي طبخ، اتعلمي رسم، صوري، العبي رياضه، ايا كان اللي انت المهم اتعلمي انزلي، روحي كورسات، روحي الجيم. انا عن نفسي بفضل ان هي دي تكون الطريقه ان انت تنخرطي في مجتمع من كل حاجه. اولا انت اصلا كل ما هتروحي هتتعلمي حاجه او هتعرفي، اللي هو حتى لو زي ما بيقولوا من كل فيلم اغنيه، ده بيوسع مداركك، يعني بيفتح قدامك ابواب وافاق جديده. يا شيخ، ده انت ممكن تتعرفي على حب حياتك وانت هناك. آه، يعني هتعرفي ناس جديده، هيفتح مجالات كتير في حياتك، يعني هيحرك الركود ده، وهنكتشف. ما في اكتشفنا خلاص، ما هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اقفل الفيديو، اقفل الفيديو، والله هنعمل ايه؟ كفايه احساس الدوبامين والاحساس بالانجاز اللي هتحسيه. عرفنا، اكتشفنا. هو ده يعني رسالتك في الحياه، امسكي فيها، ثبتي فيها. هي دي الحاجه اللي انت المفروض تعمليها، هي انت جايه عشان تعملي دي، عشان تعملي دي. المرايات بقى، نكتب بقى على المرايات، نلون الحيطه، نكتب شارات، نكتب على هدومنا. المهم ان احنا طول الوقت نحط الحاجه دي قدامنا. انا هبذل فيها مجهود، حتى لو مجهود كل يوم 10 دقايق. 10 دقايق منك، المهم ما يعديش، يعني ادنى يوم طبعا فيما فوق، يعني انا بس ما يعديش يوم انت ما بتبذليش الحاجه اللي انت بتحبيها 10 دقايق حتى على الاقل. عشان تصدقيني انت ممكن بعد سنه سنتين تلاقي نفسك في ال10 دقايق دول بس، لو انت ما بتعمليش حاجه، انجزتي 60% من مش عارفه. احسبي كده، لو انت كل يوم بتدي اللغه مثلا، عايزه تتعلمي لغه بتديها كل يوم 10 دقايق، شوفي انت بعد سنه هيبقى مستواكي فيها ايه. اقري، اقري. يعني في كل الحالات، سواء بتحبي قرايه او ما بتحبهاش، اقري. يعني ده حتى يعني انا مش عايزه اقول يعني ايه، يعني يبين لك اهميه اقرا. اقرا، يعني دي اول ايه نزلت، اقرا. يعني احنا حتى بيقولوا عليها يا امه اقرا. اقري، اقري في اي حاجه، عن اي حاجه. ادخلي مكتبه وشوفي النبذات بتاعت الكتاب، اقري مجلات ميكي مثلا في الاول لحد ما تشدي رجلك. لان القرايه دي الكتب يعني الروايات، الكتب دي ملخص تجارب سنين وسنين من الكاتب عشان يوصل لوجهة النظر دي ويطرحها لك، سواء صح او غلط.
مش عايز تقري، في قنوات كتير كتير بتلخص الكتب. اقول لك حاجه، اسمعيها وانت بتشتغلي في البيت، اسمعيها وانت بتعملي اي حاجه، اسمعيها وانت بتطبخي، اسمعيها وانت بتاكلي. اقري اقري، نقفل قصه عيش شويه ونقرا. ليه بقى؟ ليه؟ عشان من ضمن الحاجات اللي بتعملها انها بتوسع ادراكك، بتخليك تشوفي الامور، الناس بتحكمي على كل حاجه باكتر من شكل، وباكتر من نضاره. ما بيبقاش نظرتك سطحيه للامور. هتغير فيك في شخصيتك ايا كان اللي انت بتقريه. جربي لحد ما هتوصلي لحاجه خلاص وصلتي. انا بحب المجال ده، كملي فيه قرايه ايا كان المجال ده، كملي في علم النفس بقى، في التاريخ، في الطب، في اي حاجه اقري. الالتزام، التزمي مع نفسك، اتعاملي مع نفسك بالشكل اللي تحبي الناس يتعاملوا معاكي. مش عارفه اقولها، يتعاملوا معاكي بيه. يعني انا في حياتي انا شخص مهم. انا متفقه مع نفسي ان انا هقعد دلوقتي هعمل حاجه، هحضر كورس، هقرا كتاب. انا عندي ميعاد مع نفسي، انا ملتزمه بميعاد مع نفسي، مش هلغيه الا لظروف قهريه، وهعتذر واخد ميعاد تاني. هو ده اصلا اللي بيخلي يعلي ثقتك في نفسك، وبيخلي اللي هو تحس بالتزام. يعني فاهمه قصدي؟ اللي هو انا ملتزمه فعلا مع نفسي، انا فعلا انا اقدر. انت لما هتحسي الاحساس ده كذا مره، انت تلتزمي مع نفسك بالميعاد ده، انا اقدر، انا اعرف اعمل ده. التكرار، اي حاجه بتكرريها على نفسك، بتسمعها نفسك كل يوم: انا فاشله، انا مكسله، انا تعبانه، انا عقلك بيصدقها. الظروف كلها بتتيسر ان هي دي انت فعلا. هما حتى بيقولوا القدر معلق بالنطق، وكل متوقع ايه. فانتي حاولي تتوقعي وتنطقي وتكرري على نفسك الحاجه اللي انت نفسك تكوني فيها. طبعا مش محتاجه اقول ان شامل الافلام والمسلسلات والاغاني اللي بتقعدي تسمعيها ليل ونهار. انت بتكرري على نفسك ايه وبتدخلي لدماغك ايه. طيب احنا عاوزين ندخل في حياتنا عادات جديده، نكتسب حاجات جديده. العاده، الروتين. ايه هو الروتين او العاده؟ انا مثلا دلوقتي عايزه اعود ابني ان هو ينام كل يوم في الوقت ده. يبقى اعمل ايه؟ يعني مثلا عايزه ابني ينام الساعه 8، انا هعمل ايه؟ هيبقى هيجي كل يوم في الوقت ده، هشغل اضاءه معينه، اللي هو انا بدي اشاره المخ اهو احنا دخلنا في وقت النوم، ههدي الاضاءات كلها، هياخد شاور ايا كان. انا هقرر كل يوم في الوقت ده هدي اشاره لهنا. انا دلوقتي هبدا الحاجه اللي انا في الاول هتخصمي نفسك عليها، سواء بقى في القرايه، في الرياضه، في ايا كان العنايه بنفسك، الروتين البشري. انت في الاول هتخصمي، بعد كده يقال يعني ان بعد 21 يوم هي بتتحول لعاده. انت خلاص انت استبدلتي العاده، سواء بقى استبدلتي عاده او دخلتي عاده جديده على حياتك. المهم ان انت بتتحول لعاده، انت بتلاقي نفسك تلقائي انت رايحه تعملي ده. تسمعي الاذان تقومي تتوضي تصلي. جه مثلا وقت مثلا قبل ما انام، دلوقتي انا هخصص نص ساعه ان انا كل يوم هقرا 10 صفح، هخلص جزء النهارده. فاهمه قصدي؟ يعني هندخل في موضوع ان احنا اكتساب العادات، ازاي ندخل عادات جديده حياتنا بشكل يعني باستفاضه اكتر من كده. بس دلوقتي انا عايزه الخص كام نقطه بس. الصحبه الصالحه، او الناس اللي انت بتقضي معاهم اغلب او الوقت، صحاب، جيران، حياتك في البيت. انا ما بقولكيش قاطعي الناس، بس الناس اللي انت قاعده معاهم طول الوقت، انت يعني من تلقاء نفسك ده، حتى بيقولوا مناعيش للقوم. انت بتلاقي نفسك طبعتي بطباعهم، اخدتي افكارهم، عشتي مشاكلهم، تعاطفتي معاهم. هو التعاطف حاجه كويسه، بس عشتي مشاكلهم اكنها مشاكلك، اخدوا من طاقتك. انت حتى ما قدمتلهمش مساعده بده. انت كده بتضري نفسك وهم اتضروا، فبتضخموا الدنيا. يعني خرج في الموضوع ده. بس اللي اقصده، انا بقولكيش قاطعي الناس، بقولكيش ما تتكلميش مع حد. انا بس كل اللي بقوله لك، تمام هنتقابل مرة مرتين في الأسبوع، هنتكلم مكالمة تليفون كل يوم 10 دقايق نص ساعة. يا ريت مش كل يوم برضو، بس حاولي انت تنخرطي بالناس، يعني او ان انت يعني تكوني اصدقاء، او تروحي بيئة فيها ناس، زي كورسات زي ما قلت لك من شوية، كورسات، جيم. تروحي تقعدي ببيئة انت دي هيقربوكي من هدفك، من اللي انت عايزاه. لا مش عايزة ادخل ناس جديدة حياتي. تمام. بودكاست مليانين الدنيا.
الفيديوهات، ناس اسمعي طول الوقت مدربين ليهم علاقه بالمجال اللي انت عايزاه، اي كورس انت عايزاه طول الوقت شغاليه كده فاهم في الخلفيه، حتى لو انت يعني اللي هو بتعملي حاجه تانية مش عارفه ايه، بدل الاغاني او بدل لو حطي سماعه في ودنك اسمعي كتب مثلا، اسمعي حاجات تقربك مثلا يعني بودكاست، اي حاجه تقربك من الهدف بتاعك، بحيث ان انت خلاص انت خدتي الكلام اللي هم بيقولوه شكاويهم مشاكلهم طالعه من الناحيه التانية. تمام، انا سمعتك، انا قضيت دوري كصديقه، بس انا ده بياخد من طاقتي انا، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص قد ال10 دقايق او المكالمه اللي هي استنفذت من طاقتي دي، او هقضي معاه 10 دقايق تانية اسمع كورس، هسمع حاجة تانية. المهم ان تخلي طول الوقت كل يوم بصفة مستمرة تسمعي او تشوفي حد او تقابلي مع حد او تتناقشي، او حتى الجروبات ناس بتقربك من هدفك ليهم عندهم نفس اهتماماتك، صدقيني ده هيفرق جدا في حياتك. حاولي ان انت تبدأي يومك بالمهام الصعبة، يعني المهام اللي هي اللي انت عايزة تخلصي منها، تاسك بقى ركناه بقالك كتير، تمرين، ايا كان، المهم ان انت تبداي يوم حتى يعني، لان انت على اخر اليوم طاقتك هتكون انا عايزه انام، انا عايزه دلوقتي اريح، انا مفيش دماغ دلوقتي ان ابتدي اعمل حاجه انا مش حباها قوي او لسه بتعود عليها. تمام، فحاولي انت تبداي ده في اول اليوم. طبعا مش محتاجه اقول لك ان يا ريت ان اول يوم ما يبقاش فيه شاشات، ما يبقاش فيه موبايل، ما يبقاش فيه الحركه دي، هي دي يعني انت بتفيدي ناس تانية وانت مش بتستفادي. فحاولي بس حتى يعني هو يقال كمان ان اول ساعه من اليوم دي اهم، دي اللي بتبني عليها اليوم كله، فدي لازم تقضيها مع نفسك، تشوفي ان انت بقى، شوفي بقى تو دو ليست، شوفي انت هتعملي ايه. المهم ان انت حاولي انت تبداي اليوم بمهامك الصعبه، عشان كل ما بتاخريها وكل ما بيجي للتسويف وطاقتك بتنتهي اخر اليوم. والاتقان اهم بكتير قوي من الانجاز. يعني ايه؟ يعني انت مش لازم تخلصي كل المهام في نفس الوقت، بس حاولي ان انت تاخدي مهمه تعمليها ببطء واتقان. تمام، ده هيخليكي تدخلي على اللي بعدها عايزه تدخليها اكتر، انت حاسه بانجاز اكتر. انت المسؤوله عن سوري التليفون فصل. انت المسؤوله عن كل اللي انت عايشاه، كل اللي انت عايشاه ده من اختيارك انت. رد فعل الناس، اذاهم ليكي، تصرفاتهم تجاهك، هم مسؤولين عنها لكن انت المسؤولة عن رد فعلك او دفع التصرف ده. هو بقى هتتنازلي عن حقك، هتقعدي طول الوقت عايشة دور الضحية. الشيطان طول الوقت كان عايش دور الضحية، يا رب انت اللي غاوتني. سيدنا يونس كان بيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اعترف بغلطه ربنا نجاه. التصرف يعني تصرفك تجاه تصرفات الناس مش عارفه اقولها لك ازاي، يعني انت المسؤوله، مش ان احنا مش هنكمل حياتنا طول الوقت انا اتظلمت. طب بعدين خلاص اتظلمت، خلاص شكرا، يا تسامحي يا تشوفي هتردي ده ازاي، هتردي المظلمه ازاي. انت المسؤوله عن انت تحطي حدودك، يعني خلاص بقى سامحتيهم، خدتي حقك، اتنازلتي عن حقك، بس انت المسؤوله، هو مش مسؤول. يعني انت اللي هو آه مثلا حد غلط في حقك، انا مش هفضل امشي وراه قول لي اسف قول لي اسف قول لي اسف قول لي اسف، لا، هو قال اسف، اعتذر، قدم ده، دي مش يعني دي مشكلته هو. انا بقى تصرفي ازاي؟ هحط حدود، هعرفه تاني، هكمل مع الشخص ده هوجوده في حياتي، هحط له حدود تانية، هبتدي مثلا اقلل شويه من مكانته او اقدم شويه من الحاجات اللي كنت بقدمها له. دي مسؤوليتك انت مش مسؤوليته هو. يعني انت المسؤوله عن اللي انت عايشاه. كل واحد يتصرف تجاهك بوعيه، بوعيه الخاص، باسلوبه، بدوافعه. انت المسؤوله عن اللي انت عايشاه، انت المسؤوله عن تغيير اي وضع مش عاجبك. يعني هنتكلم في النقطه دي بعد كده باستفاضه اكتر، انا حاسه مش عارفه اوضحها بشكل مختصر. هو بالفعل الفيديو حاسه طول قوي، بس اخر نقطه، ما تشوفيش نفسك على نفسك. يعني طبعا ما تشوفيش نفسك على غيرك، دي حاجه مفروغ منها اخلاقيا. بمعنى انا دلوقتي بقى وعي احسن، بتصرف احسن، وعي زاد، بقى عندي معلومات احسن، بقى عندي حسن تصرف احسن، ما امسكش بقى نفسي
انت اتصرفتي في الشكل في الوضع الفلاني ده بالشكل ده. فاكره من 100 سنه في ابتدائي لما انت فاكره لما تقعدي بقى تجلدي ذاتك؟ لا لا، انت ساعتها كان عندك وعي معين، كانت معلوماتك اقل، كانت تصرفات دماغك، كانت بيئتك مختلفه، ايا كان ظروفك ساعتها كانت خلاص اتصرفنا. هو مش منطقي انت دلوقتي اتعلمتي ليه من اخطائك. ما هو مش منطقي مثلا انت يكون عندك خبره في شغلانه في السي في وانت ما اشتغلتاش قبل كده، انت دلوقتي اتعلمتي من اخطائك. الاخطاء اللي حصلت دي كان درس ليكي انت. فانت حاولي تحتوي نفسك، تحبيها اكتر من كده، ما تبقيش قاسيه مع نفسك قوي طول الوقت. جلد جلد جلد، انا كان المفروض اعمل كده، كان المفروض خلاص ما حصل، انا اتعلمت فخلاص بكره بقى المره الجايه بقى المفروض ان انت الغلطه بقى او الجلد بقى ان انت تغلطي الغلطه تاني. لا انا بعد كده هتصرف احسن. لا انا مش عارف، لا انا انت تستاهلي انت تحبي. انت لو ما قدمتيش التسامح والحب والطبطبه لنفسك منتظراها ازاي من الناس؟ انت تستاهلي ان انت تتحبي وان انت تتقبلي اخطائك، لان هي دي اكبر عامل في تكوين نضجك ووعيك دلوقتي. انا لازم اقفل عشان الفيديو طول قوي، فاتمنى ان تكونوا فعلا استفدتوا. شكرا.